السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في المرأة الموفرة والمقتصدة. اليوم يا البنات جبت لكم وصفة صحية 100%. نتمنى تتبعوها للآخر لأن الفيديو ماشي طويل وتستفدوا منها. واللي عجبتكم ومحتوى القناة وعجبكم الفيديو متنسوش تشجعوا الفيديو والاشتراك في القناة اللي مازال مشتركش والتعليقات ديالكم المميزة. هاد كريات الطاقية البنات اللي نعطوها لولادنا في يامات الامتحانات وبأسبوع قبل الامتحانات. علاش؟ باش تعطيهم الطاقة وفيها غير ان فيها كل ما هو صحي. نبداو اول حاجة هاد الوصفة البنات نديرو فيها واش عندنا، كل واحد واش عنده. انا عندي كما تشوفوا هنايا ميلونج تاع المكسرات. كان عندي اللوز والجوز ودرت لهم تاني الكاوكاو. كنت رحيتهم كامل مع بعضهم كما شفتوا هنا. عندي التمر رحيته هو الاولاني، من بعد نعاود نخلطوه هو وهاد الميلونج تاع المكسرات المطحونه. وكما قلت لكم مازال تاني مكونات واحده اخرى. كما قلت لكم اللي عندها بذور اليقطين، واللي حابه دير البندق والبيستاشا. علاش لا. واللي حابه تخلطهم، انا خلطهم البنات بالتمر. اللي عندها العسل الحر تخلط بالعسل الحر، ماشي بديل العسل الحر. انا ما عنديش العسل الحر، يبقى خلط بالتمر. درت له هاد التمر هدايا وجا جاب بنينه قمه في البنه. نعاودو نخلطو كامل باش ندخلو نمزجو التمر مع هاد المكسرات. وقلت لكم كيما المكسرات اللي عندك ديريها، كاع انواع المكسرات مفيده ومليحه وتمد الطفل بالطاقه، خاصه كما قلت لكم بذور اليقطين ماشي بنان بصح عندهم فوائد عظيمه. كما قلت لكم هنايا نزيد درت الجلجلان تانية البنات، ما صورتوش لانه كنت خلطته ديجا مع المكسرات. اذا درت اللوز، جوز، كاوكاو وجلجلان. حمصت شويه الكاوكاو بيان سور، وهذاك الجلجلان تاني حمصته شويه. ومن بعد خلطهم كامل مع بعضهم كما شفتوا. زدت تاني خدمته باش يطرى باسكو جاني يابس وما حبيتش نزيد له بزاف تمر، باسكو كان نزيد له التمر يولي طري بزاف، تولي الكره ما تمسك ما تحكمش روحها. لكن هكذا عجنته باليابس وهكا عطاني القوام اللي حبيته. مع الاخر هذاك هو، باسكو كيما يقولوا اذا زدت له بزاف تمر وغاب الكو تاع المكسرات تاني يولي ما يعجبهمش. تروح ذوق المكسرات قدام التمر. اذا قلت لهم خليته هكاك كميه قليله وقاعده نعجن فيه باليابس كي بصح يعاود يطلق روحه. كما نعرفوا التمر يعاود يطلق روحه. ومن بعد درتو هنا كريات حسب الرغبه وحسب درتهم حبات كبار. اللي حبيتي ديريهم حبات صغار ديريهم حبات صغار، لاني درت هاد الكونتيتي غير لمده يومين ولا ثلاثه. هذا ما كان زوج بنات حبيت تعطيهم كمليهم، حبيت تعطي لهم في الليل كي يجيو يرقدوا وصباح حبه كي نوضوا صباح. لكن انايا ندلهم غير صباح كي نكملوا نكوروهم هاد المكورات، هاد الكرات عفوا. نرمتهم بالنواد كوكو. بنتي قالت لي كي شفتو بنواد كوكو قالت لي ماما على عنبت لها بنيون. الله غير عنبت لها بنيون. قلت لها علاه ما درتي لهم الشوكولا؟ قلت لها هادو ماشي بنيون يا بنتي، هادو كريات الطاقه. هادو كل حاجه طبيعيه وكل حاجه مفيده. وإلا استعملت الشوكولا ما حش تقعد ما حش تحافظ على القيمه الغذائيه تاعها، حتولي حتولي قاطو بداك الشوكولا ما توليش مفيده. لان كما نعرف الشوكولا ماشي مفيده، حبينا ولا كرهنا. كما قلت لكم هذا هو نرمدوهم في نواد كوكو. الى عندك ما حبيتي ترمديهم في المكسرات كل وحده واش عندها. انا هذا واش كان عندي. الا بنت تاني ولا عندكم الزبيب ما تنساوش تضيفوا لها الزبيب، لان انا كان عندي لا فيغيتي الزبيب كلاوه الاسبوع هذاك تاع المراجعه. واليومين هادوما تاع الامتحانات درت لهم هاد الكريات الطاقه هادوما. ومازال نزيد كل مره نشري شويه، كل مره نغير في المكسرات. ما نقعدش غير لوز جوز و وكوكو.
كل مرة نزيد نشري حاجة واحدة أخرى كيما قلت لكم. المرة الجاية ندير زبيب، ندير بذور اليقطين، ندير تاني القحف تاع الجوز وزيد اللوز. المهم كل مرة واش عندنا. هادو هما كريات الطاقة تاوعنا. يعني متنساونيش باللايك والجيم للفيديو، وبالتوفيق لكل ولادنا، ربي ينجحهم ان شاء الله يا رب العالمين، ويكونوا كامل من المتفوقين، ولادي وولادكم ولاد المسلمين يا رب العالمين. والى الملتقى في وصفة أخرى.